ليه فشل سترينجر سينجز مع ان في مسلسل تاني بيقدم نفس الفكرة ونجح؟ في ناس معينة بتقول ان الكتابة والحوار بقى محرج ومكرر ومفهوش جديد. For us, I like dick. يعني هي دي كوميدية بالنسبة لهم. عارف المشكلة في ايه؟ ان الواحد كبر لدرجة ان هو ممكن يتحرج من ان هو يسمع حاجة بالكرنج ده. Hit the dick. Yep. Let's just hope it's not too hard. If it is, I'll soften it. هو ايه المشكلة معاهم مع لا بجد. طب هل الحبر خلص من الكاتب؟ يعني هو قال لك بقى خلاص احنا هننهي الديالوج لان القلم خلص، فاحنا هنخلي الكاست يقول اي حاجة، مش هنعمل سكريبت. وقيس على ده بقى المسلسل كله. يعني حاجات كتيرة فشخ تضايق اي بني ادم، زي مثلا ويل اللي هي حرفيا حاسس ان هي كل شوية تعرفنا ان هي امه. يعني كل شوية تقول له انا امك انا امك يا اخي، اللي هو خلاص يعني خلاص انت قلتيها مليون مرة، مش هتفضلي تعيدها لنا كل حلقة. يعني كفاية ممكن نكتب حاجة تانية، نشوف حاجة تانية، في حاجات كتير ممكن نعملها. ونفس الشيء مع هوب. على قد ما انا بعشق الممثل لان هو ممثل حلو، بس حرفيا كل سين نفس النظام. انا عارف ان الحوار الكتابة ده مش امر من الممثل، بس هو نفس النظام. I am your dad، انا راجل قوي، انا راجل ميليتري ومعايا سلاح، انا اللي لازم احميكي من الاعداء. هي حرفيا نفس النظام. الموضوع بقى بيبتدي يبقى كرنج لما الحاجة تزيد عن حدها. فالديالوج عمال يتعاد نفس الكلام، كل كلمه ممكن تتعاد اكتر من مره في نفس الديالوج. كل شويه كده تلاقيهم طالعين لك يقول لك سيري، انا عندي سيري، انا عندي سيري، او اكشلي انا عندي سيري. فانا بجد مش قادر اتخطى الاحساس ان كل الشخصيات حرفيا قاعدين بيقولوا جمل عشوائيه وملهاش اي 30 لازمه، كأن مثلا مفيش ولا اعاده تصوير ولا محاوله تانية. فاهمني؟ هم بيقولوا الكلام وخلاص، يلا هو اول تيك، يلا بالسلامه. حتى تعبيرات وشهم يا جدعان، ايه ده؟ عارف ان ده كلام غريب ان هو ممكن يتقال عن مسلسل خيالي اصلا، بس مواسم سترينجر سينجز اللي فاتت كانت اعمق وليها معنى فعلا. انما الموسم ده يخرب بيت الهزار. انتوا يا جدعان قاعدين بتهزروا بزياده، وكل حاجه بقى لازم تبقى سخريه. فاهمني؟ كل حاجه مش فاهم برضو ايه الفكره ان كل شويه الشخصيه تيجي تشرح لي البلوت. انا مش فاهم يعني ايه ده. هيعقل؟ يمكن مش عشان انا فاهم فالكاتب بيشرح لي البلوت. لا كلام فارغ. هي المشكلة ان في مليون طريقة ان انت ممكن تشرح البلوت تويست بتاعتك من غير ما كل شوية تجيب لي سبورة والشخصيات تتجمع وتقعد تشرح. انت حتى ممكن تخلي البلوت تويست تشرح نفسها. يا اخي سيبني اسرح بخيالي، سيبني افكر. بس لا، في المسلسل هو بيحاول يبقى زي افلام مارفل. حتى النكت بتاعتهم حرفيا افلام مارفل. انت بتتفرج على حاجة كرتونية فشخ. For us, I like dick. الشخصيات بتكمل كلام بعض، اللي هو واحد يقول لك ايه، يا لهوي فيكنا هيقتلها بضاني الشمال. يا جدعان شغل الشواذ ده، ايه القرف ده؟ وكمان في حاجه حسيتها فعلا في المسلسل، ان مفيش كيمستري ما بين هوب و11. حاسس ان هما الاتنين جايين مبدونين من المسلسل. انا مش عارف ليه في اي سين ما بينهم هما الاتنين. انا حاسس ان التمثيل معمول له فرص، ان هما مغصوبين ان هما يمثلوا. هما مش ولاد الكلب دول بياخدوا فلوس ومش بياخدوا ملايين. بس هو غالبا يعني عشان حصل مشاكل في الشغل بينهم. حتى طلع اخبار عن الموضوع ده ان في مشاكل ما بينهم، يعني في ابيوز، في حوار، في كونسبيرسي سيري حصلت ما بينهم هما الاتنين. وطبعا نخش في غياب المنطق. يعني احنا هنتكلم دلوقتي في عباسيات. كارين اتنهشت من الديمو جورجن اللي هو حرفيا راح شلها بطنها، وبعدين فجأة بقت زي الفل. لا، وفي المستشفى قاعدة بتكتب لهم وبتعيط وعادي جدا. مام اصحي، مام صحيت زي الفل، لدرجة ان هي تنزل لحد البيدروم تمام وتقتل لها 3-4 ديمو جورجن. اللي هو اعقلوها. وكمية البلوت ارمر دي، ما تقتلوا لكم كده اي شخصية يا جدعان، خلصوا عليهم. مش كان يمكن مثلا نضحي بكارين ونقول بقى ان هي ايه بقى، مفيش بلوت ارمر بقى وفي شخصيات ممكن تموت بقى وبتاع، ما نعرفش مين هيموت. انما لا بقى، لما تيجي بقى على الشخصيات يقول لك لا، دول عاملين اشتراك في بي ضد الموت. ما تخلصوا لنا على 1 ولا 2 كده، عايزين نشوف اكشن. في مشكلة برضو تانية واجهتنا، لان حسينا ان في حاجة فعلا غريبة بتحصل. يعني في الحلقة الثالثة من سترينجر سينجز، في اخر الحلقة خالص، سادي سينك بتظهر. انا اتخضيت. مين دي؟ طب انتوا عاملين دي سي جي اي طيب ولا اي اي، ولا هي ما كانتش موجوده في الشوتينج ومشيت؟ هل انتوا مثلا عاملينها موديل 3 دي ونزلتوا الحلقه علشان هي ما كانتش موجوده كان وراها شغل تاني طيب ولا ايه؟ بس الموضوع مختلف. دي مش هي دي، شكلها كان غريب فشخ. عباسيات اخرى. هو الجيش وظيفته ايه؟
يعني انا عايز افهم برضو الجيش وظيفته ايه. يعني واضح جدا ان هم مؤمنين ان هنري فعلا موجود، بس بدل بقى ما يواجهوا الخطر الحقيقي لا هم رايحين يركزوا ان هم يمسكوا 11. انا مش فاهم ايه الفكره. يعني انت عندك اصلا شرير تاني، انت مركز على ده ليه؟ فالقرار ده انا حاسه مش منطقي خالص، عبثيات فشخ. مع ان المنطق بيقول ان هم يحاولوا يتعاونوا مع بعض علشان يوقعوا هنري، او اصلا ممكن تشيل الجيش خالص من المعادله لان هو يعني ملهوش لازمه. اوريدي في تهديد كفايه من فيكنا. شيل بقى، شيلهم دول قاعدين ليه دول؟ عبثيات اخرى. شخصيه داستن اللي هي حرفيا خلتني افقد على اليمين، بعدها ويل كمل عليا وخلاني افقد على الشمال. ليه؟ ليه بجد؟ طبعا احنا مش عايزين نتكلم على التمثيل اللي هو لا يقال ان هو اقل من روعة دي اقل ريتنج احنا ممكن ندي للتمثيل. 11 حرفيا هي وشها ثابت، تحس ان هما ماسكينها مثبتين لها وشها. انا مش فاهم ليه الناس دي بتعمل عمليات تجميل وانت في مسلسل. يعني انا متعود على شكل معين وعلى ناس معينه، انت ليه تعمل عمليه تجميل وتبوظ؟ زي برضو في مسلسل ذا بويز البت وشعر اصفر. ايه القرف ده؟ في اختلافات يا جماعه، المفروض يكون في قواعد. Blow A train. بعدين بقى نتكلم في ويل، وده اخر حاجه احنا هنتكلم فيها. هو ايه لازمه السين ده؟ يعني انا عايز اعرف بجد ايه لازمه السين ده؟ اصلا كلهم كانوا باصين له بقرف. انا ذات نفسي كنت باصص بقرف. يا سيدي احنا مش بنحكم، بس ايه لازمته؟ يعني انت ضفت لي ايه في البلوت تويست ان انت عملت السين ده؟ لان احنا شوفنا في فوليوم 1 واللي كان حرفيا بيتواصل مع المايند هايف. ازاي بقى حضرتك فيكنا المرعب اسوأ حاجة قدر يطلع بيها ان هو يخوف ويل ان الناس ما تتقبلوش ان هو مثلي؟ يعني انت متخيل هي دي هي دي اكتر حاجة انت ممكن تعملها كده؟ انت يعني لغيت المنطق. حسيت ان ويل اصلا هو اللي واخد المسلسل. يعني المفروض اصلا 11 هي البطل، بس حاسس ان الموسم ده ويل هو اللي واخد السكرين تايم والاهتمام. انا مش عارف ليه، عشان هو مثلي؟ طيب انا ما اعرفش، انت بتبش لي حاجة زي دي ليه يا سيدي؟ على عيني وعلى راسي يا اسطى، انت اكبر مثلي شفته في حياتي، على عيني وربنا بنحبك، بس خلاص كفايه بقى. يعني انت خليتنا نستنى السنين دي ونبقى متاهبين ومستعدين لموسم هيبقى ملحمي وبتاع، وفي الاخر انتوا عملتوا لنا خصاء. نفس قصه جيم اوف ثرونز، لان اللي كتب نهايه جيم اوف ثرونز هو حرفيا نفس الكاتب اللي كتب نهايه سترينجر ثينجز، فهي نفس النهايه، نفس التقييمات الزباله لاخر الموسم. فشكرا نتفليكس على التحفه الفنيه دي، وادينا مستنيين اخر حلقه اما نشوف هينيلوا ايه. ويا رب فيكنا يخلص عليهم كلهم يا رب. طيب يا جماعه الحلقه نزلت، ومن اول دقيقه هم مقضيينها قوه صداقه ومشغلين موسيقى وبتاع واحنا هنقدر نهزمه نفس الديالوج اللي ملوش اي 30 لازمه، ومايك لسه بيكلم ويل على الحوار المثاليه. طب يا جدعان خلاص كفايه حرفيا. هو ما فيش حاجه اسمها ديالوج، يعني ما فيش حاجه اسمها ديالوج هيعملوها، لا هم اي حاجه يلا قوه صداقه، يلا نحب بعض، يلا نعمل احضان اي بتاع. وبعديها في محاوله فاشله ان هم يقتلوا ستيف، بس للاسف قوه الصداقه لحقته من تحت، وغير كده يعني ما لقيتوش غير ده. يعني انا الراجل ده انا بستلطفه الصراحه، ما كنتوش قادرين تقتلوا اي حد من التانيين، ما لقيتوش غير ده. ماشي. بعديها كالي بترمي القنبله على 11 وتقول لها ان احنا هنفانش مع الابسايد داون. جميل قوي الكلام ده. يعني انت حرفيا جبت لي النهايه المنطقيه لنهايه مسلسل، مش النهايه المنطقيه للازمه اللي هم فيها. انت كده بتنهي لي المسلسل. صدق انت عارف بضن نفس الشت بتاع جيم اوف ثرونز، يلا اي حاجه احنا هنقتل ديناريس. ليه كده يا جماعه؟ والله ليه طبعا. وما ننساش الميليتري اللي ملوش اي 30 لازمه، لسه قاعدين بيدوروا على 11 وسايبين هنري وسايبين فيكنا، سايبين كل حاجه وماسكين في 11 مش فاهم هي عملت لهم ايه، الله اعلم، انا مش عارف. والحمد لله ان هم خلصوا على حد، يعني هم خلصوا على كالي اخيرا، واحد خلصنا منه. بس بعديها بيروحوا يحاربوا فيكنا. قوة الصداقة، يعني انا ما عنديش اي تعليق تاني غير ان هي قوة الصداقة حرفيا. انمي، انت بتتفرج على انمي قوة الصداقة. بلوت ارمور. وجويس في الاخر هي اللي تقتل فيكنا. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي. وومن باور، والله العظيم وومن باور. وطبعا الميليتري ظهر في الاخر. الميليتري دول عاملين زي البوليس في امريكا، اللي هم بيجوا بعد ما المصيبه تخلص يا لهوي وتلاقيهم قاعدين بيجمعوا في الناس. هو حرفيا نفس الكونسيبت. وخلاص بقى بعد ما قلنا ايه بقى ان هم خلاص ان 11 مش موجوده وهتهرب وبتاع، راحت بوم. شكرا نتفليكس بجد والله، شكرا على التحفه الفنيه اللي مش هتتكرر تاني دي.